اقسم بالله انا حزين على حال الاهلي اللي وصل للاهلي للدرجه دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيلعب طاهر محمد طاهر 60 دقيقه وراكن جنبه تريزيجيه وراكن جنبه حسين الشحات وراكن جنبه زيزو وبيلعب عليهم طاهر محمد طاهر. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جاب لنا مدرب واقف طول الماتش ما هو فاهم هو بيلاعب مين ولا هو بيدرب فرقه ايه. المدرب ده ما هوش فاهم يعني ايه الاهلي. مش فاهم ان هو مطالب كل ماتش ان هو يفوز بسكور وان هو يأدي عشان جماهير الاهلي اللي بالملايين مستنيه ماتش الاهلي. احنا بقينا بنستنى ماتش الاهلي عشان نحزن. الاهلي اللي كان بيفرحنا كل ماتش وكنا بنحسب له بقينا بنستنى الماتش بتاعه عشان نتحرق دمنا. احنا بيتحرق دمنا والله لما اقعد صابر 60 دقيقه على واحد زي طاهر محمد طاهر ما بيعرفش يستلم الكوره. يبقى انا كده مدرب ابيض. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جاب لنا المدرب ده واللي هيجيب لنا المدرب اللي بعده. كلها ماشيه سبوبه كلنا عارفين الكلام ده. لمصلحه مين بس يا جدعان؟ لمصلحه مين مدرب زي ده يمسك الاهلي؟ مدرب زي ده والله العظيم بيلعب دوري درجه ثانيه في اوروبا. اي مدرب مصري احسن منه. اي مدرب مصري مش هقول لك اسم، مش هقول لك عماد النحاس ولا اقول لك علي ماهر ولا اقول لك اي مدرب مصري اقسم بالله احسن من الناس اللي بيجيبوه لنا صف تاني في اوروبا دول. عندهم اصلا الدوريات بتاعتهم ما حدش بيشوفها اصلا. هنفضل على حرقه الدم دي لحد امتى؟ لما مدرب شايف ان طاهر محمد طاهر يلعب على تريزيجيه ويلعب على حسين الشحات. ده مدرب بيفهم كوره؟ اقسم بالله ما بيفهم كوره. لما مدرب طول الماتش واقف حاطط ايده مربع ايده ما بيزعقش حتى اللعيبه. شايف ان هو الشوط الاولاني كله زي الزفت ماسك الكوره عمال بينقلها في نص الملعب. ياسر مش عارف مين لمروان وبعدين ترجع وهكذا. بس هو ده اللي بيعمله. مفيش جمله بتتعمل. مفيش جمله بتتعمل يا راجل يا طيب حرام عليك. جمله واحده. وهيطلع بعد الماتش يقول ان احنا كويس ان احنا ما خسرناش. انت بتدرب الاهلي يا ابني. انت بتدرب اعظم نادي في الكون. تطلع تقول احنا ما خسرناش. كويس ان احنا ما خسرناش والتعادل بيرضيني. التعادل مين اللي بيرضيك؟ لو التعادل بيرضيك يا حبيبي روح بلدك. اقسم بالله جريمه في حق الاهلي ان المدرب ده يقعد يوم واحد بس زياده عن النهارده. الراجل ده لو قعد لاخر الموسم انسى الدوري وانسى افريقيا. والله يا ابني اسمع مني. انا عارف المدربين دي. انا مريت على الاهلي كتير ومر عليا مدربين بالاشكال دي. انا عارفها والله انا عارفها. اسمع مني. فلو عايزين النادي الاهلي تلحقوا الموسم بتاعه مشوا الراجل ده وخلينا نكمل حتى بوليد صلاح الدين. هتشوف اللعيبه هتلاقيها فائت. الراجل ده ما يعرفش والله ما يعرف امكانيات اللعيبه اللي عنده ولا عارف توظيفهم ايه في الملعب ولا عارف اي خطه يبدا بيها قدام فرق الدوري. وما يعرفش ايه فرق الدوري الضعيفه وايه فرق الدوري القويه. جاي وقاعد جنبه ست سبع مساعدين اللي بيكتب له واللي بيديله ميه واللي بيديله بتاع وبيقبضوا بالدولار. بيضحكوا علينا وبينصبوا علينا. وفي الاخر لما يجي يمشي الاهلي لما يجي يعمل نتائج سيئه يقول لك انا ما خسرتش انا اتعادلت يا حبيبي. ده في عرف الاهلي التعادل ده هزيمه. التعادل ده كارثه. ان انت تخسر الدوري دي كارثه. الله المستعان. خلينا نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. بس انا شايف ان احنا لو كملنا مع المدرب ده فانت تنسى الدوري وتنسى افريقيا يا صديقي. الراجل ده ما يعرفش قيمه الاهلي وما يعرفش هو بيدرب مين. خلينا نتكلم على الماتش بقى. بالنسبه لعلي لطفي. علي لطفي ده لما كان بيقف في الاهلي اقسم بالله كنت بفضل حاطط ايدي على قلبي طول الماتش. لما علي لطفي ده كان بيقف في الاهلي لما الشناوي كان بيتصاب او يحصل اي حاجه يخلي علي لطفي ده الاساسي بتاعنا. علي لطفي قلب تشيلافيرت دلوقتي.